السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم، رمضان قرب على الابواب. اللهم بلغنا رمضان. لا فاقدين ولا مفقودين. النهارده جيت لكم بقى، هنعمل مع بعض الجبنه القريش. هنشوف ازاي احنا ممكن نوفر. هل هنوفر فعلا فلوسها في البيت، ولا ان احنا الجبنه نشتريها من بره احسن؟ بجد طبعا فرحه كبيره جدا لما تعملي حاجه بتجيبيها من بره غاليه وبتعمليها في البيت، وطعم حلو وانضف. وكمان انت اللي عاملاها بايديكي، مش عارفه كام ايد اتنقلت من كام ايد لغايه ما توصل لك. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. نصلي على سيدنا محمد وبعدين نشوف نعمل ازاي الجبنه دي. انا هنا طبعا جبت 5 كيلو لبن، اللي هو الجاموسي، جايباه من حد موثوق منه، وانا دايما بجيب منه اللبن، وبيعمل قشطه كبيره. فطبعا انا فضيهم بقى. عندي هنا حله الومنيوم، وعندي 2 طاجن كده، اللي هو البرام دوت الفخار. هفضي فيهم اللبن كله. يعني هنا كيلو وكيلو، وهنا الحله 3 كيلو. كان اللبن متلج شويه، فبدات ان انا ادفيه على البوتاجاز زي دمع العين كده. وهبتدي ان انا غطيته. كان في ناس تقول لك ما تغطيش اللبن، لا تسيبيه مكشوف. انا غطيته زي ما انتم شايفين كده، وسبته يومين في مكان في الفرن او في المطبخ، ورحت مغطيه. بدات طبعا هنا ان انا اللبن بتاعي عمل وش القشطه. بدات ان انا اشيلها بايديا، ولا كلافز ولا اي حاجه. لازم تحسي بملمس القشطه اللي انت بتشيليها، مش هينفع كلافز ولا معلقه ولا اي حاجه. بدات ان انا اشيل القشطه من على اللبن، وهعمل هنا بعد ما اشيلها هركنها بقى على جنب. بعد كده نعمل القشطه دي زبده، وهنشوف احنا عملنا طلع معانا قد ايه من القشطه، وطلع معانا جبنه قد ايه. بدات ان انا طبعا هاخد الحله دي من غير ما ادفيها ادخلها في الفرن ولا حاجه. ممكن ان احنا نسخن الفرن ربع ساعه ونطلعها بعد كده. عشان طبعا الميه تبقى اقل ميه، ممكن تبقى تتماسك شويه الجبنه بتاعتي. بدات اجيب الحله بقى وافضيها في الحصيره. الحصيره دي انا جايباها ب25 جنيه، اللي هي الحجم الصغير مش الكبير كمان. بدات ان انا اضغط بقى بالحصيره كده بالشكل دوت على الجبنه. بس الحصيره هنا عندي مش اللي هي المسام بتاعتها مش ضيقه قوي. بتبتدي برضو تطلع شويه من الجبنه في الحصيره من بره. مش مشكله. ابتدي بقى ان انا اعصرها كده شويه، احاول ان انا اطبعها بالحصيره. ابتدي ان انا عندي كده في ايد المطبخ الباب بتاع ضلفه المطبخ، هعلقها واسيب تحتيها الطبق. والطبق ده اكبر حاجه عشان حجم الحصيره، والحله كمان. سبتها لتاني يوم الصبح، كان بالليل تاني يوم الصبح، كان الخميس، وسبتها ليوم الجمعه الصبح على قبل الظهر كده. وبدات ان انا بقى اقطعها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. كانت النتيجه حلوه جدا. انا حطيت لها معلقه ملح واحده بس، ما جاتش طبعا في تصوير. معلقه ملح واحده بس، لغايه ما تشوفي بقى انتي عايزاها دلعه عايزاها مملحه. شايفين الخرطه شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفه وجميله. طبعا النتيجه حلوه جدا انك تعملي الجبنه دي بايديكي، لانها لما بنجيبها بتبقى بجد فيها حاجات يعني عفار او كده. بتبقى مش مستحبه ان انت تكون لازم تجيبيها من حد موثوق منه. انا هنا بقى البرامين دول اللي هم الطاجنين الفخار، سخنت الفرن ربع ساعه، وسبتهم في الفرن حوالي يعني 4 ساعات في الفرن. تمام. او لا، سبتهم من بالليل لغايه تاني يوم في الفرن. ولكن عملت الحله دي من غير ما اسخن الفرن واسيب الحله ولا اي حاجه. ابتدي برضو حطيتها في الحصيره، وابتدي ان انا المها. كل ما اجيب الم من الناحيه اللي قدام ديت من جوانب الطرف، علشان تديني خرطه مليانه ويكون حلوه، عشان ما تبقاش رفيعه. ابتدي ان انا المها، وبرضو هعلقها زي ما علقت التانية شويه، بس مش هسيبها زي ما سبت التانية من بالليل لغايه تاني يوم. هسيبها كام ساعه كده، وبعد كده هنشوفها مع بعض. طبعا انا فرحانه بالنتيجه حلوه جدا. لكن عايزه اقول لكم بقى، يعني هو مش توفير قوي زي ما بنشتريها من بره، لكن هتبقى نظافة
يعني اول حاجه هتبقى النظافه، ان انت بتعملي الجبنه دي في بيتك بايدك. مفيش ايد اتنقلت من ايد لايد لايد لكذا ايد لغايه ما توصل ليكي انت. وحاجه طبعا جميله وحلوه ان انت عملتيها بايديكي. ابتدي بقى ان انا لفتها كده عشان اطبع قالب الجبنه بالشكل لغايه ما تصفي الجبنه. انا هنا كنت حطيت عندي هنا الغطا ده بتاع علب تبروير مخرم كده. ابتديت ان انا حطيتها على الجبنه عليها، رشيت عليها شويه ملح برضو حوالي معلقه علشان تنزل الميه اللي فيها وتتماسك شويه. حطيتها في التلاجة عشان تتماسك لانها طريه جدا. انا هنا كنت علقت بقى القالب التاني، وبدأت ان انا برضو اقطعه وهحطه برضو على عشان انا ما عنديش مصفى كده يعني كبيره. بدأت ان انا احط على دي مخرمه عشان تنزل اي ميه زياده. انا هنا بقى القشطه بدأت ان انا اقلب فيها، اضرب بيها في ايديا لغايه ما تتلم معايا. وجبت بعد كده المضرب الكهرباء وهلف برضو بالمضرب علشان تنزل معايا الميه الزياده. بدأت ان انا هنا اكورها لغاية تتكون معايا قطعة من الزبدة. انا هنا المية اللي نزلت حاجة بسيطة جدا بصفيها. دي الشرش اللي نازل طبعا مش هنرميه، هنعمله نعمل بيه مخبوزات قرص ومعجنات حلوة جدا. بيبقى جميل في المعجنات. اوعي ترميه، غليته غلوة كده وبعد ما برد حطيته في العلب دي وهشيله في الفريزر لغايه ما يبرد كده. اشيله في الفريزر استخدمه في اي وقت. انا هنا كنت بوزن معاكم الجبنه. الجبنه كلها على بعضها حوالي 1200 جرام، يعني حوالي كيلو وربع، يعني قولي كيلو وربع من ال5 كيلو. احنا بنجيب الكيلو ب60 جنيه او ب70 جنيه. اماكن بتبيعه ب60 واماكن بتبيعه ب70 جنيه. يعني لو قلنا ب70 جنيه الكيلو، يعني حوالي 70، يعني نقول حوالي 90 جنيه الجبنة. تمام، او 80 جنيه الجبنة. والزبدة عملت معايا حوالي 200 جرام و12، يعني قولي 200 جرام و15، ما كملتش يعني 2 جرام وربع، ما كملتش ربع كيلو. تمام. انا طبعا هوزنها معاكم برضو. فطبعا لو قلنا الزبدة ب200 جنيه يبقى الربع كيلو بحوالي 50، قولي دي 45 جنيه، يعني 45 و80 حوالي كام 125 جنيه تمن اللبن اللي انا جبته. تمام. طبعا الجبنة، الكيلو جبنة قلنا ب80 أو ب70 أو ب60. طبعا النتيجة زي ما قلت لكم مش توفير ولا حاجة، النتيجة ان انت بتعملي حاجة نظيفة بإيديكي. فبكده يبقى متفقين ان احنا مش بنوفر، احنا بنعمل حاجة منتج بنجيبه من بره، مش عارفين يتعمل كام ايد لمسته لغاية ما يوصل لايدك انتي. فاتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينال رضاكم وما يكونش ضيفة تقيلة عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة منكم، وكل سنة وانتم طيبين يا احلى عيلة. عيلتي طبعا اللي اكبر بيها في القناة. واتمنى تشيروا الفيديو لاكبر عدد عشان في ترندات طالعه احنا بنوفر ونجيب ونعمل الجبنه في البيت والزبده والقشطه وكل الكلام ده. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، ومع الف سلامه.